السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة عندنا وصفة حلوة قوي 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 هتعجبكم. الوصفة دي المفروض بتتاكل بره وبتبقى طعمها لذيذ وبتبقى ليها جماهيرية عالية جدا. بس طبعا احنا علشان ما ينفعش نخرج بره، وبسم الله ما شاء الله العدد اللهم بارك، يعني عشان تخرجي ب5 عيال وعشان تأكليهم كل واحد يعني سندوتش شاورما، ولو شوية كده الدنيا متبحبحة هيبقوا 2 لو نفسهم مفتوحة، فهيبقى مبلغ وقدر. لا ملكوش دعوة بالبراد ده، البراد ده خارج الوصفة. بس احنا كنا غاليين فيه شاي، سلمى حطت فيه شاي فاسمر من جوه، فانا بحط له شوية مسحوق وحبة خل زي ما انتوا شفتوا كده، وبيبقى قلبه زي الفل بعد ما بيتغلي. هنا حطيت الطاسة بتاعتي فيها المادة الدهنية اللي حضرتك هتستعمليها، سواء سمنة سواء زيت سواء زبدة، أي حاجة انتي متاحة عندك اشتغلي بيها. هنا أنا عندي نص كيلو لحمة مفرومة، لا مش مفرومة، لحمة شرايط كده، شاورما. ماشي. وهنا عندي شوية كبد وقوانص. الكبد ديت أنا ما بيكون عندي فرخاية ما بطلعش منها الكبد والقوانص، أنا بسلقهاش يعني، بطلعهم وبنضفهم وبفضل محوشاهم لحد ما بنيجي نعمل بيهم وجبة كده، أو يكون حد مثلا في الأكل خلص وحد جاي من بره متأخر، فبنقوم مقلبينهم له كده وبيبقوا ايه برضو ساترين الدنيا يعني الحمد لله. تمام. هنا انا بقلب الحاجة بتاعتي، انا لسه ما تبلتش، لسه ما حطيتش اي حاجة خالص. هنا عندي برضو طاسة علشان عندي ولاء مش بتاكل اللحمة. تمام. فجبت لها ربع كيلو بانيه عشان هي كمان تعبانة واللحمة هتبقى تقيلة عليها وحامية، فأنا قلت أجيب لها بانيه. جاب ربع كيلو البانيه ب35 جنيه، يعني كيلو البانيه ب140. ربنا يرحمنا برحمته يا رب. هنا أنا مسكت الحاجة في الحوض عشان سلمى كانت مصبنة المواعين، فأنا قلت الحاجة اللي تطلع مني أصبنها أول بأول. وهي طبعا بقى كانت ماسكة لي التليفون، فقالت لي يلا يا ماما اللي تعمليه خلصيه عشان المواعين ما تكترش في الحوض. ومين، انا يا دوبك خلصت وحطيت رجلي في المطبخ وخرجت من هنا والمواعين كانت قد كده في الحوض مكان الحاجة اللي احنا استعملناها. بس انا غسلتهم عشان طبعا هحط فيهم الخضار والحاجة بتاعتي اللي ايه هقطعها. تمام. هنا انا خلصتهم اهو، وهبتدي ان انا اظبط الخضار بتاعي واقطعه واشوف احنا هنعمل ايه. اللهم صل على سيدنا محمد. الشاورما ما فيهاش اي تعقيدات يعني. هتقولوا لي انت عامله 3 اصناف ليه؟ هقول لكم الكبد والقوانص دي هياكلها محمد، عشان هو مش ملهوش في العيش السوري يعني، بعيش. هم كلهم على بعضهم ما يكملوش ربع كيلو. ده ربع كيلو شاورما بتاع ده قطع فراخ، وده نص كيلو شاورما لحم. لان احنا بسم الله ما شاء الله انا وولادي 7 تنفار، وعندي والدتي 8، فيعني الحمد لله. ربنا يا رب يزيد ويبارك. هنا انا مسكت الخضار بتاعي زي ما انتم شايفين كده، هغسل اللي هقطع انضف البصل وهقطع الطماطم وهقطع الفلفل. هتشوفوني دلوقتي انا بعمل ايه. انا هنا سلمى واقفه عماله تدش وتحكي وتدش وتحكي، وانا ايه واقفه بسمع لها، وكل ما يجي لها مزاج تقلب تقوم ايه مقلبه لها تقليبه كده. هنا انا بقلب الكبد والقوانص وبقلب اللحمة زي ما انتوا شايفين. انا ما حطيت لها المادة الدهنية، بس بديها صدمة ولسه ما عملتش فيها اي حاجة. برضو زي الفراخ عشان الفراخ ما تنزلش المية بتاعتها وتحس ان هي مفتلة. البراد انا نقلته بره عشان اقدر احط الطاسة التانية على النار. تمام. هنا انا اهو خلصت الخضار بتاعي نضفته وقشرت البصل ووضبت الحاجة، هغسلهم كويس قوي. وهنا هقطع الحاجة بتاعتي، واديت كمان لسلمى 3 بصلات هتعملهم لي في الكبة علشان احط منهم على كل حاجة من الحاجات ديت معلقة. رفعت البلانشة كده لاني مش قادرة اوطي من رقبتي، فحطيتها على البتاع الاستانلس وعمالة تجري، كل ما اجي بيها شمال تجيني يمين. الطماطم زي ما انت هتشوفيها انا بقطعها حتت صغيرة، بس بعد ما قطعتها قلت لا انا مش بحط للشاورما القلب بتاع الطماطم، فاضطريت ان انا اخرج القطيتين التانيين القلب بتاعهم، حطيتهم على السلطة طبعا مش هنرميهم، وقطعنا خيارايه وقطيايه وشوية حبشتكنات كده وعملنا طبق سلطة حلو.
هنا انا جبت البصل، هحط هنا معلقة على الشاورما بتاعت اللحمة، وهحط هنا كمان على الكبد والقونس عشان تديها ريحة حلوة، وهحط الباقي على اللحمة، وهاخد شوية مية في الكبة من الحنفية كده علشان خاطر ازود بيهم اللحمة علشان تستوي، ما تبقاش شادة معاكي وانتي بتاكلي السندوتش. تمام. لان طبعا احنا مش حاطينها على اللي هو الاسطوانة بتاعتها وبتتقطع وبتنزل، لا دي زيها زي اللحمة، بس طبعا عشان شرايط فهتاخد تسوية اقل من اللحمة ايه الكبيرة. ودي برضو يا جماعة لحمة من اللي هي المستوردة، اللي هي البرازيلي دي، ومش عايزة اقول لكم تمنها كام، قسما بالله انا يعني اتفاجئت، لان انا كنت جايباها من فترة كده ب110، رحت عشان اجيبها لقيتها ب145 جنيه، يعني قربت تبقى زيها زي البلدي. فربنا يرحمنا برحمته. هنا انا بنزل الطماطم اهو، وكل اللي انا هقطعه هبتدي ان انا احطه جنب مني في البولة اللي انا هشتغل بيها. تمام. السمنة بتاعت الجولدن ميكس دي حلوة قوي قوي، حلوة في الإديان، يعني لأن الزبدة الفرن بقت اللي كنا بنجيبها ب35 و40 جنيه، وأنا جايباها في رمضان، عاملة منها الشغل بتاع رمضان كله، الكحك والبسكويت والبيتفور، كنت جايباها ب55 ب90 جنيه. القالب الزبدة الفرن ب90 جنيه. الحمد لله على كل شيء، كل اللي يجيبه ربنا كله كويس، منقدرش نقول غير كده. اللي احنا فيه دوت يا ربي كده يرحمنا ربنا منه، بس دي من نفوسنا، يا رب يجعل نفوسنا طيبة كده عشان ربنا يرحمنا، نصفي نفوسنا كده، والنفوس الوحشة ربنا يرحمها برحمته يا رب. انا بقطع الفلفل بتاعي زي ما انتم شايفين، وهنا حطيت واحدة ورقة لورا، وهاخد شوية طماطم، شوية فلفل، وحبة بصل، وهقلب الشاورما بتاعتي عشان هي خلاص شربت المية. هنا البراد اهو زي ما انتم شايفين قلبه زي القشطة، كل ما تغلي المية بين المسحوق بتاعك والخل يخلوا قلب البراد زي الفل، كمان مع الاستانلس بينوره وبيخليه زي القشطة. هنا انا بحط بس شوية توابل، التوابل دي انا عاملاها كبابة صيني، حبهان، ورق لورا، وبطحنهم كويس جدا في الخلاط، وبعد كده بنخلهم بيبقوا بودر، فبحط منهم على كل الاكلات. هنا بقى بحط عندي شوية دبس رمان بيدوا مزازة حلوة جدا جدا للشاورما، كانت طعمها جميل، وبصراحة البنات كانوا هيتجننوا عليها وبيقولوا ما تفرقش عن بره كتير. يعني احنا لسه متعشيين، ويا دوبك خلصت ورحت دخلت عشان اعمل مونتاج للفيديو واتكلم عليه. فبصراحة كانت جميلة بسم الله ما شاء الله، كانت تحفة جدا جدا جدا. هنا انا خدت شوية مية، لقيت لسه اللحمة بتاعتي شادة شوية، فخدت لها حبة مية. وهنا هنقل البراد هتسيبيه زي ما هو المية بتاعته. هنا زي ما انا قلت لكم خدت القلب بتاع الطماطم وحطيت عليه شوية خلطة بصلاية وشوية فلفل، وهنا هقطع عليه خيارية اهي كمان. والطماطم دي اللي انا هحطها على الشاورما لازم تكون من غير بذر عشان ما تنزلش ميه، والشاورما بتاعتك تبقى لحمه بصلصه، ما تبقاش شاورما، وبتتحط في الاخر هتشوفوني لما هحطها. هنا انا عندي شويه خضره كنت حطاهم في كيس في التلاجة، خدنا حبه حطيناهم على السلطه، والحبه التانيين حطيناهم على التحبيشه اللي احنا هنحطها للشاورما الخضار يعني، عشان نشوف احنا هنعمل ايه. هنا قطعنا الخيارية اهي، وسلمى واقفة عايزة حتة خيارية، وانا حاسة ان هتتجنن وتطلب، بس مش قادرة تفتح بقها، انا حطيتها ببقي الحتة اللي باقية. هتقلبي بقى كده شوية السلطة دولت، ما اصل احنا مش هنرمي القلب بتاع الطماطم، يعني هنعمل لازم نستخدمه، رغم ان البنات كانوا هياكلوا كاتشب، وكان في كمان زيتون مخلل، بس انا استحرمت طبعا نرمي القوطة كلها، نعمة ربنا. هنا بقى التوابل اللي عندي توم، عندي زعتر، عندي فلفل اسود، عندي ملح، عندي توم باودر، عندي بصل باودر، عندي بابريكا. هو ده اللي هحطه للشاورما. في شاورما كان عليها ريحان او نعناع، بس انا ولادي ما بيحبوش الاطعمه دي،
فما رضيتش ان انا احطها، استكفيت بالزعتر بس. هنا بقى العيش ده انا جبته من عند حد ولد شاب كده فاتح في السوق، في شارع 10 عندنا، بيعمل العيش السوري للمحلات. طبعا العيش ده ما ينفعش يتعمل في البيت، انا ما عملتوش عشان ما بقاش كذابه، او يمكن يكون حد عمله بس انا نفسي ما جربتوش. اولا بيبقى محتاج مخده كده بيتبطط عليها، وثانيا بيبقى محتاج جريدلا او طاسه زي القصعه كده بتبقى مقلوبه على وشها وهو بيسوي عليها. تمام. فانا طبعا الاداه ديت مش عندي، ولو هعمله مش هيبقى بنفس الوسع ده. فاحنا جبنا الكيلو تقريبا، الكيلو طلع 12 رغيف ب 22 جنيه. فرضا ونعمة من عند الله، حلوة قوي جدا جدا. ودينا اهو زي ما انتم شايفين الربع كيلو الفراخ، هو بأمانة يعني بأمانة ما كانش يعمل غير رغيفين محترمين. بس طبعا انت هتأكلي مين ولا مين؟ كلهم عايزين يدوقوا، يعني هم اختهم هتاكل وهم هيبصوا عليها. فانا حاولت ان انا اقسم الربع كيلو بأمانة يعني على 4 سندوتشات، عشان كل واحد ياخد واحد من ده وواحد من ده. تمام. اهو انت بتتني الحرف من الاول كده عشان يبقى سميك معاكي او يكون الطبقة بتاعته تخينة. ونقوم حاطين الفراخ بتاعتنا. ما تقولوش ان انا بخيلة، والله انا ما بخيلة، بس انت لازم تراضي الكل. انت كده بتقسمي الفراخ بتاعتك، قسمناها على 4 ترغيف، كل واحد ياخد واحد من ده او واحد من ده، او لو مش قادر ياخد نص من اللحمة وواحد من ده، على حسب نفسهم ما تجيب يعني. وهنا بتلفي زي ما انت شايفه، هو عمل سندوتشات الربع كيلو، وانا عندي اللحمه اهي. هبتدي ان انا احط التوابل بتاعتي. هنا الزعتر والثوم البودر والبصل البودر والملح والفلفل والبابريكا والزعتر، بس اكتر من كده ما تحطيش. كانت حلوه جدا جدا، وكانت طعمها جميل في منتهى الروعه. هتقلبي زي ما انت شايفه كده لحد ما ريحه التوابل تطلع، واديها بقى معلقه بتاعه دبس الرمان. دي هتديكي مزازة وطعم مسكر كده حلو قوي. هيبقى جميل. هنشيل طبعا ورقة اللورة ديت، بس لما ايه هنا انا بدوق طعمها حلو قوي. لسه بقى من غير الخضار ومن غير التقليبة الأخيرة. ما تحاوليش ان انت تقلبي جامد، يعني قصدي تقلبي جامد، تقلبي ايه، ما تتكلمي عدل، قصدي تقلبي. ايوه، هي تقليبة والتانية وتحس ان هو بتعمل تك 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 تك، بتشكشك كده في الجريلا بتاعتك او في الطاسه. اطفي، ما تحطيش تاني. كده حلو قوي، وكده تمام قوي قوي قوي. تمام. هنا بقى عندنا ايه؟ عايزين ندي العيش بتاعنا صدمه ويطلع بقى نكمل الحلو بقى يعني. نعمل كل حاجه وفي الاخر ناكلهم كده، ما يبقاش فيه حاجه مميزه. احنا عايزين نعمل كل حاجه زي بره عشان ما يقولوش ان انت ضحكتي علينا وقلت لنا انا هعمل شاورما ويقعدوا يتريقوا عليا. اعمل ايه؟ رحت جايبه البتاعه بتاعت الكريب ديت اللي بعمل عليها العيش، وتديها مسحه زيت حلوه كده، وتقومي حاطه الارغفه بتاعتك عليها. تمام. انت رجعتي ليه؟ فين الحته اللي انت حطيتي الرغيفه؟ المهم بعد ما ترصي العيش بتاعك، تقومي جايبه طبق وتقومي حطاه، عاملاه زي تقيله كده فوق العيش علشان خاطر يدي صدمه على الطاسه من تحت. اتني العيش زي ما انا تانياه كده، وتحط الحشوه بتاعتك. بص بقى انا يعني مظبطاهم بقى في اللحمه عشان عندي كتير، يعني مش كتير بس موجوده. ف... فلازم تعمليها، يبقى لا فراخ ولا لحمه يعني. الحمد لله. اهو زي ما انتم شايفين كده الربع كيلو لحمه، النص كيلو لحمه وربع كيلو بانيه. مبسوطه انت صح؟ فرحانه بالعيش. سلمى بتقول لي ايه رايك في العيش؟ قلت لها والله جميل، اديني معاه الصوره. كان عامله لهم بصراحه خبز وهم واقفين وجابوه. كان حلو قوي. انا فردته على حطيته على فوطه نظيفه، طريقة فوطة قطن بتاعة المطبخ. طبعا ما تكونش بتستعمليها للحلل ولا للدهون ولا ده، واحدة نضيفة خالص علشان خاطر ما تطلعش ريحة على حاجتك. هنا برص العيش بتاعي، بتدهني زي ما انا دهنت كده الجريلا بتاعتك مسح الزيت اهو. لا والله الحتة جت اهي.
وتقومي حاطه الرغيفه بتاعتك، وتقومي حاطه الطبق علشان تعملي تقيل عليها وياخد صدمه التحميصه الحلوه. هما بيبقى عندهم حاجه بيكسروا كده بيحطوه ويقوموا قافلين عليه، اللي هو البتاع بتاع العيش ده اللي هو التوستر ده، ولا مش عارفه اسمه ايه بصراحه. فبيطلع بقى فوق وتحت. بص انا عماله اكل وهي عماله بغيظ في سلمى، اقول لها ايه رايك؟ تقوم تقول لي طب اديني حته، اقول لها لما اخلص. تقول لي طب ما انت بتاكلي، اقول لها عشان انا اللي عامله الاكل. يعني هو يقول لك طباخ يستمر بيدوق، ما دوقش انا اللي عاملاه لازم ادوقه. اهو بقلب هنا بقى زي ما انتم شايفين كده. ايه رايكم؟ الجمال والحلاوه دي. تاخدي بقى من الطاسه واديها مسحه، ما اقولكوش على الريحه، بتبقي واكله السندوتش بتحسي بره زي جوه. اهو بصي، انا شفت ستوريين كده على فكره. المره كنا بنجيب فرخه مشويه ولقيتهم مسكوا العيش راحوا عايسينه في السمنه اللي كانت نازله من الشاورما، وراحوا حارقينه في النار ولفونا بيه الفرخ. ما نعملش زيهم ليه؟ ايه يعني ايه المشكله؟ اهو عماله بقى تقلبي انتي شمال ويمين علشان تحمصي العيش. مش عايزه اقول لكم على الجمال والحلاوه. وقمت بقى جايبه ورق الزبده ولفه لهم بقى كل سندوتش. يا جماله يا حلاوته، عملت لهم جو ابن لذينه. حسستهم ان هم بياكلوا شاورما بس في البيت. لا ما هو بياكلوا شاورما، انا قصدي حسستهم بجو بره بالمحلات يعني، بس قاعدين في البيت. لا ده كانوا عايزين يكملوا، يقولوا ما جبتلناش حاجه ساقعه. قلت لهم ليه؟ هو الراجل بيديكوا حاجه ساقعه مع السندوتشات؟ يقول لي بس احنا في البيت. قلت لهم لا حبيبتي، لا في البيت ولا في الغيط. تاكلوا السندوتشات واللي عايز يقوم يعمل شيء. انا مش هعمل حاجه ساقعه ولا هجيب حاجه ساقعه. هو انا فاتحه المحل بوزع فيه ولا ايه؟ زي ما انت شايفه كده بتاخدي الارغفه بتاعتك. مين اللي وصل معايا لحد دلوقتي للفيديو؟ اللي وصل معايا لحد دلوقتي في الفيديو اوعي تنسيني في اللايك، وتكتبي لي بقى دعوة حلوة كده وكومنت من ايديك الجميلة. واللي مشتركتش عند حبيبة تخش تشترك، هتشوفي حاجات جميلة جدا خصوصا بقى في الخياطة. ان شاء الله الايام اللي جاية في شوية حبة مكن كده، هنقعد على المكنة ونعمل شوية حاجات تحفة. اوعي تنسيني في اللايك. تقولوا عليا رغاية، تقولوا عليا دش اي حاجة، بس ايه، انا بحب اتكلم معاكم. انتوا حبايبي، حبايبي الطيبين، وانا بحب الناس الطيبين. يا رب ما اكونش ازعجتكم ومقلقتكم معايا. واللي عجبته الشاورما بتاعتي ما ينساش يعمل لي لايك، واللي ما اشتركش عندي يشترك. هتلاقي عند حبيبه كل حاجه انت بتتمنيها وحباها. ماشي يا حبايبي؟ وادي الشاورما بتاعتنا هنا. اعملي وجربي، مش لازم تجيبي من الشارع. حطي في دماغك كده وشوفي اي حاجه اعمليها ونفذيها. اشوفكم على خير في فيديو جديد. سلام.